لو كنتم زيي بتحبوا المربات بكل أنواعها وبتستنوا فارغ الصبر فصل الشتاء عشان تعملوا أنواع كتيرة من المربات اللي بتغير فطارنا وبتخليه في حتة تانية خالص وبتدفينا جدا في فصل الشتاء، وبتستنوا فارغ الصبر موسم الجزر في فصل الشتاء اللي بيبقى نوعيته ممتازة جدا وأسعاره في متناول الجميع، يبقى أكيد النهاردة مربتنا لمربة الجزر اللي بدون أي إضافات وبدون برتقان وبدون أي منكهات هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. أنا عندي 2 كيلو من الجزر قشرتهم وهبدأ أقطعهم حلقات رفيعة بالشكل ده، وهنزل بيهم في الحلة بتاعتي وعليهم كوباية من المية اللي ممكن أزودها خلال السوا لحد ما يستوي الجزر بتاعي، وهرفعهم على النار لحد ما الاقي الجزر بتاعي استوى نص سوا. هنزل عليه بكيلو ونص من السكر، كل كيلو من الجزر بياخد كيلو الا ربع من السكر، وهبدأ اسيبه على النار لحد ما يكمل سواه، وانزع الريم علشان يفضل لون الجزر منور زي ما حضراتكم شايفين. الريم بيخلي الفاكهة لونها يغمق ويبقى شكل المربى مش حلو، علشان كده لازم نشيله أول بأول. وبعدين هنزل عليهم ب3 4 ليمونات معصورين وربع معلقة من ملح الليمون، وابدأ أقلب واسيبها على نار هادية لحد ما تعقد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبدأ لما تهدى شوية أعبيها في البرطمانات علشان يبقى عندي أحلى مربى جزر ممكن تدوقوها. أنا عارفة إن كل الناس بتعمل مربى الجزر بالبرتقال، بس أنا نفسي تجربوا مربى الجزر بدون أي إضافات بالشكل ده. أنا ما حبيتش أحط عليها أي منكهات علشان تدوقوا قد إيه طعم الجزر وهو مربى مختلف تماما وطعمه في حتة تانية خالص. عارفة إن كتير بيعملوها بالبرتقال، بس أنا نفسي تجربوها بالطريقة دي. لو عجبتكم وصفتنا النهاردة لمربى الجزر، أتمنى أن انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، لأنها فعلا طعمها حلو قوي ومختلف عن أي مربى جزر ممكن تكونوا دقتوها قبل كده وإن شاء الله هتعجبكم جدا، وبالهنا.